اخيرا زغاليل في الغيط، اخيرا زغاليل في الغيط. طبعا كل اقفل. تعال تعال. ثانية واحدة، احنا نسينا المقدمة. طبعا يا رجالة يعني صلى على النبي واذكر الله. انا فرحان يا جدعان ان لقيت حاجة اخيرا، اخيرا الحمد لله رب اخيرا. انا كنت فقدت الامل. فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير يا رجالة وصحة وسعادة وكويسين كده، وكل فيديو انتم طيبين. عايزك كده تصلي على النبي وتذكر الله. وطبعا قلت لكم الفيديو اللي فات عايزين نوصله 10000 لايك، ما وصلش غير تاني، دخل في 4000 او 3000 ونص حاجة زي كده. فالفيديو ده نوصله 3000، يعني مش هقول لكم 4. فالمهم يا جدعان في حاجه عايز اقولها لكم. اول لما تميت ال 100000 في نفس اليوم احنا كنا فاتحين لايف في نفس اليوم، كومنتات كتير، فين الدرع فين الدرع، طب ورينا الدرع ورينا الدرع. ما هو اكيد مش اول ما هتم ال 100000 الدرع هيطلع لي من قلب اللايف او من قلب التليفون، يعني اكيد مش كده. بصوا يا جدعان بيقعد كام يوم مراجعه، يعني اول ما بنتم 100000 القناه بتقعد كام يوم مراجعه، بعد كده بيشوفوها خلاص مؤهله، بعد كده يبعتوا لنا رساله عامله فيها البيانات اللي هي العنواني والكلام ده، وبعد اسبوعين ولا حاجه الدرع بيجي لنا. يعني لسه قدامنا بتاع اسبوعين 3 ان شاء الله على ما الدرع يجي. واول ما يجي يا جدعان هعمل لكم حفله كده في فيديو. فتعالوا نشوف الجديد، يلا بينا. اخيرا ولله الحمد يا رجاله بقى في زغاليل في الغيط. هنسمع صوت الصوصوه، هنسمع صوت الجمال. زغاليل تعالوا يا جدعان نشوف. ما شاء الله يعني الحمد لله رب العالمين طلع لنا زغاليل، ومش قص واحد ولا 2 يمكن 3 كمان. فيلا بينا صلي على النبي واذكر الله. تعالوا نشوف الزغاليل طلعت. نبدا من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ ما شاء الله. تعرف يعني ايه غيه من غير زغاليل؟ زي غيه كده من غير روح بجد والله. لما يبقى مفيش زغاليل كده تحس مفيش روح في الغيه. ولكن تعالوا اول حاجه بسم الله. دولك ما طلعوش دول خساره كده. احنا قلنا الحصى بتاعهم متهيألي كان فاضي، اعتقد يعني كان فاضي. فلو طلع فاضي هنسيبهم تمام زي ما سيبنا روحنا على الله. وهنا دولك في ايه؟ لا مش دول. بص بقى يا رجاله، ولا دول احنا جوزناهم الفيديو اللي فات. ان شاء الله بزياط، ان شاء الله بزياط جابوا لنا زغلول. طبعا في حصوايه معمره فيهم هي اللي طلعت، والحصوايه الثانيه ما طلعتش. تعالوا نشوف يا جدعان. اخيرا زغاليل في الغيه، اخيرا زغاليل في الغيه. طبعا كل يا ابو سوسو. طبعا ده لسه طالع، عايزين نعمل لهم شويه تحديق يا جدعان. طبعا اعمل لهم شويه تحديق، لازم اعمل لهم شويه تحديق. مش هينفع اللي انا فيه دوك عشان خاطر ايه اللهم صل على النبي، عشان خاطر كده ما يتزحلقوش. بقول لكم تعالوا نعمل لهم شويه تحديق مع بعض وبعد كده نشوف الزغاليل، عشان كده ايه مش هينفع الحوار ده. يلا بينا ندور هنا كده. اكيد بصوا ناخد شويه ايه كسر الحاجات دي. طبعا الحاجات دي مش هينفع اخدها. ده كان اسمنت جبس اعتقد، ده كان جبس. فانا خايف اكسره يجي عليه الزبل بتاعهم وميه وحاجات زي كده فيلزق في رجليهم، مع انه لو اتكسر يبقى املاح كويسه ليهم. فانا مش عارف، خايف اعمله بصراحه فيخرب الدنيا. فهناخد بقى شويه كسر الطوب ده كده تمام، شويه كسر الطوب ده. الاسمنت عادي بس لا بلاش، احسن ما حاجه ايه يحصل لها حاجه. شويه كسر الطوب ده كده. فهلم كده شويه حاجات وارجع لكم تاني. يا رجاله احنا جبنا شويه طوب كده هنكسرهم دلوقتي مع بعضينا، وهقول لكم بعد ما نكسرهم هنحط معاهم ايه. فهثبت لكم الكاميرا ونكسرهم كده ونشوف هيبقى نظامهم عامل ايه لغايه اما انزل السوق واجيب لهم شويه تحديق. وفيديو النهارده يا رجاله كان اصلا هيبقى كنت هعمل اللوفت لما قلت لكم الفيديو اللي فات هعمل لكم اللوفت ونكبره، ولكن امبارح والنهارده الجو قالب عندنا هنا في اكتوبر وهوا شديد والدنيا بايظه. انا بصور دلوقتي لسه بادئ الفيديو اهو والعصر هيأذن، فالدنيا فعلا بايظه خالص. فخلونا بس كده في الانجاز نكسر البتاع كده نشوف. بصوا بقى يا رجاله، قعدت شويه بص بكسر في الشويه دول تمام. اللي جبت اخر فيهم وبرضك لسه فيهم كبير. دي مشكله لما تيجي تعمل بتاع في البيت. بص انا جبت معاهم شويه رمله تمام، شويه رمله. حط ده على ده كده اهو. دي بس اي حاجه كده يا رجاله لغايه اما انزل السوق اجيب لهم تحديق عشان برضك الزغاليل تمام كده. وفي بقى حاجه هضيفها عليهم ومش عارف بقى ربنا يستر. دول شويه تبن، دول شويه ايه تبن يا رجاله تمام. فانا تبن لوحده مش هينفع، فلما يتخلط في قلب دول كده ممكن ايه يظبط الدنيا. فخلطهم وتعالوا نشوف هتبقى عامله رجاله اهو. ده بقى شكله، دي بقت شكلها تمام. بص حاليا ده المتاح عندي، يعني ده الحاجات المتاحه عندي في البيت. فتعالوا بقى ايه نخش كده ونجرب. ربنا بقى يسهل وتنفع، ربنا يسهل
وتنفع ان شاء الله. بصوا مرمطنا الدنيا، بصوا الدنيا عامله ازاي، مرمطناها عشان شويه ايه تحديق، مع ان الشوكولاته كلها في البتاع ب 15 جنيه ولا ب 20 جنيه ولا مش عارف ب 25 كمان، يعني رخيصه. نقول بسم الله. لا مؤاخذه لا مؤاخذه، انا اسف انا اسف، معلش. تعالى ناخد بقى ايه الزغلول كده، نقول بسم الله. طبعا البيضه ديت فاضيه، خليها هنا كده اهو، والزغلول ربنا يسترها. ناخد بقى ايه شويه من التحديق دول كده، نقول بسم الله كده اهو يا رجاله، بس مش كتير. والله انا شايفه جميل، وحلاوه الرمله والحاجات دي هتمسك القش، فاهم يعني، حلاوه الرمله والحاجات دي هتمسك القش وربنا يستر. حط الحصوايه كده. بص الزغلول انت بتتلوى كده ليه؟ نقول بسم الله. والله العظيم زي الفل زي الفل اهو. شويه تحديق ايه عنب. فمش عارف بقى، ربنا يستر. هيبان نتيجتهم بعد يوم او حاجه اما نشوف يعني مع الحمام هيعمل ايه. طيب ده كده يا رجاله اول زغلول. يا ترى في بقى ايه تاني؟ الاصل دولك ايه نظامهم؟ ما شاء الله كويسين. انت كانت راقده، شفتها راقده يعني من كام يوم ما شاء الله. تمام، فده كده زي الفل. تعالوا بقى ايه نبص عليهم. دولك احنا الفيديو اللي فات يا رجاله، الاصل هنشوفهم دول الفيديو اللي فات وقلتهم لكم ان تاعي قاعده بتبيض، ولكن بقى النهارده بسم الله ما شاء الله باضت، الله اكبر، وقاعده بتجيب الحصويه التانيه. يعني الفيديو كان اول امبارح، فالنهارده قاعده بتجيب الحصويه التانيه. ممكن في اخر الفيديو تكون جابتها، فما شاء الله جابت حصويه اهي، فنسيبها عشان بتجيب الحصويه التانيه. بالنسبه لشيماء طبعا ما بتبيضش. دولك بقى مش عارف فكوا ولا فكوش، بس ما لحقوش لسه. والكركنديات طبعا لسه. ودولك ان احنا جوزناهم اكيد لسه. كان في حاجه تانية طلعت زغال، ده في 2 أو 3 ما شاء الله. دولك لسه. انا برضك وانتوا ايه؟ دولك لسه برضو ما شاء الله. ودولك اصلا ما بضوش، وانا قافل عليهم ليه؟ احنا مش كنا مسايبينهم؟ ليهم سايبين. وانتوا ايه؟ دول الجداد، دولك برضك لسه يا رجاله. وانتوا ايه حسيتوا ولا لا؟ لا لسه ما شاء الله. وانتوا طبعا برضك ايه ده؟ الباب دولك طبعا لسه برضه يا رجاله. نيجي بقى للمفاجأة الكبرى. شمشون يا رجالة، أخيرا شفت له عيال. بس يا حبيبي، بس يا ربنا يستر، بس يا حبيبي، بس أنا آسف يا عم. امشي يا عم، سيب إيه وحياة أمك، سيب إيدي. طب آخد ابنك طيب، هات بس انزل يا خش جوه بس كده. خش أخيرا يا جدعان. تهيألي أول مرة في حياتي أعتقد يا جدعان شمشون ما اشتغلش قبل كده. طبعا الحصوية دي خلاص كده، كل سنة واحنا طيبين. ما شاء الله يا جدعان، اول مره اشوف لي شمشون زغلول. بسم الله ما شاء الله. نركنه هنا، ناخد بردك شويه تحديق. والله انا لو لقيته كويس هعمله للحمام كله لغايه اما اجيب، واللي تحتيهم حصى والكلام ده. مش عايز اكتر بس، يلا مش مشكله. تمام، قش كده خليه من فوق. والزغلول بتقلب نفسها كده ليه؟ بس يا حبيبي بسم الله. اهم حاجه الحروف دي كده تتملي، تمام، عشان ايه الزغلول ميقعش على الحرف. يعني الحروف كده تبقى ايه معموله كده بس كده. وانت اقعد هنا كده اهو يا رجاله. بسم الله ما شاء الله. ربنا بقى يسهل ويبقى تحديق كويس. وبرضه قولوا في الكومنتات هل التجربه دي حلوه ولا لا. انا اول مره اعملها بتاع التحديق دي ما شاء الله. بس يا حبيبي، بس يا بابا، بس بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يكملهن على خير ويكمل. وانتوا ايه؟ لا دولك لسه بيضين قريب. الله اكبر الله اكبر. ده شكله لسه فاكك حالا. ده بصوا البتاع لسه بميتها. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، ده هو لسه فعلا فاكك يا رجاله. بصوا وكمان فك الاتنين. بسم الله ما شاء الله. بص الله اكبر الله اكبر. انا فرحان. بسم الله ما شاء الله، انا فرحان بجد يعني ما شاء الله يا رجاله. انا فرحان. بصوا البتاع لسه بالميه بتاعتها اهي ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. طالعين واحد غامق وواحد فاتح. بسم الله ربنا يسهل. بصوا سبحان الله يا جدعان، بيبقى الزغلول قد ايه؟ بصوا ما يجيش حتى نص صباعي.
عايزين بس ننجز عشان الهوا، لو في مثلا اي حاجه كده. ايوه بسم الله. بس كده يا رجاله، زي ما قلت لكم الحروف. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يا مسهل يا رب. اهو معاك يا رجاله، ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، الواحد فرحان والله بجد، انا فرحان يا رجاله. فربنا يا رب يزيد ويبارك ويكملوا على خير. بسم الله. خد يا حبيبي، خد يا بابا، خد 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 خد. بس كده ما شاء الله. وهنا دولك ايه، الاسطوانات دول محصين من بدري، بس مش عارف فك ولا لا. لا لسه يا رجاله. فاحنا كده عندنا بردك شويه حمام، يعني الايام الجايه باذن الله مش دول بس اللي هيبقى تحتهم زغاليل، لا الايام الجايه ان شاء الله هنلاقي بردك حاجات تحتها زغاليل والكلام ده كده كله. بالنسبه بقى للشقلباظيات لما رقدوا ايه اللي حصل؟ لا تمام. يا نهار ابيض، هو مش حكايه حاجه، بس هي ايه، جريت، فهي بقى مش عايزه خوف، فاهمين؟ يعني جريت قامت قلبهم كلهم. بس خليه كده اهو، ربنا يستر بقى. هي عايز واحده واحده كده وما خوفهاش، فعلا هي عايزه واحده واحده كده وما نخوفهمش. ايوه ربنا يستر. بس كده اهو، ربنا يستر بقى، مش عايز نخوفهم. وبالنسبه لشمشون يا مجنون، راح فين؟ هو شمشون هنا ولا هنا؟ اهو تمام. تعالى اضربني، طيب تعالى اضربني عشان اشوف. ماشي ماشي، ابنه تمام جوه اهو، كان مفيش اي حاجه ما شاء الله. بس يا حبيبي، بس يا بابا. يا رجاله نجيب المقص دلوقتي. وبالنسبه للشقلباظيات زي ما احنا شفنا كده، عشان الشرايط بتاعتها كبيره فايه باظ الدنيا. نعمل كده اهو. تعال خد خد خد. ماشي زي ما احنا شايفين كده يا رجاله. الشرايط بتبقى بصوا زي ده كده، فلازم نقصقصها لها كده ونظبطها عشان خاطر يعني ايه ما تموتش الزغلول او تفطسها او تعمل زي ما احنا شفنا كده رجليها بعيد. نقول بسم الله كده زي ما احنا شايفين. بس كده اهو يا رجاله، مش عارف بقى باين معاكم ولا لا. بس بصوا كده اهو، قصر. طبعا الشقلباظيات في لحظه الفرخ بتاعها الافضل ان تعمل لها كده عشان ايه ما تبوظش الدنيا. كده اهو يا رجاله زي ما احنا شايفين. بسم الله. بس بصوا بقى شكلها عامل ازاي اهي كده بقى، يعني طبيعي شويه، يعني كده بقى طبيعي شويه اهو، اللي هو ايه يعني يعرفوا ما يبهدلوش الزغاليل. تعالوا بقى ايه نحط مكانه كده. بسم الله كده اهو يا رجاله. وبالنسبه للدكر انا كنت مقصقصه، ولكن يعني انا كنت مقصقصه ولكن هو عايز ايه شويه تظابيط بس كده. يعني مثلا في ريشه زي دي كده مقصينها من ورا كده، بس انا كنت اصلا مقصقصه، فاللي هو ايه بنظبطه بس كده اهو يا رجاله. وبالنسبه للزواجل يا جدعان، عندنا الدكر ده جناحه واقع. الدكر ده بصوا الجناح ده واقع خالص، ساقط معاه، فانا عايز اخرطه عشان ما يبقاش محمل عليه لغايه اما يخف ان شاء الله، ان جناحه واقع ويعني تقيل، فاهمين؟ فهنعمل ايه؟ نقول بسم الله. لو باين معاكم كده بس عايزين نخرطه له عشان ما يبقاش محمل عليه زي ما احنا شايفين كده اهو. لو باين معاكم بس يا حبيبي بس. الجناح التاني هسيبه يساعده عشان لو هيوقف عليه مثلا نتاية الكلام ده، ولكن الجناح ده بس بصوا لما خرطناه اتعدل، يعني لما خرطناه اتعدل على كتفه، فاهمين؟ فلما كان معمول كان يعني ريش كان متقله فكان موقعه تمام. فبالمره خرطناه وظبطناه حتى ما شاء الله بقى واقف كويس. تعالى كده بص دلوقتي ورد الحمام واقف كويس تمام. الاول كان جناحه دايما واقع واكيد كان مضايقه بقى لما بيجي يمشي بيجي مثلا يتحرك، اكيد كان جناحه مضايقه. كده احسن لغايه اما يبقى كويس وبصحه كويسه، بعد كده نبقى ننسله، انه طول ما هو مقصوص مش هيطلع غير بعد زمن وممكن ما يطلعش، فاحنا بقى ساعتها هننسله. يعني لما يبقى كويس هننسل الريش
عشان يطلع كويس ويبقى تمام. النهارده وانا باكلهم يا جدعان لقيت النتايه كانت راقده في الطاجن، فشكلهم كده خدوا بعض، وان شاء الله كده شكلنا هنتفاجئ بحصى ليهم. ربنا يكرمنا يا رب، ويعني يزيدهم كده وناخد منهم حاجه. طبعا زي ما احنا شايفين يا جدعان الجو اصلا قالب وهوا شديد، ويعني الدنيا بايظه، يعني لو باين معاكم البتاع عماله تروح وتيجي. ان شاء الله اول ما الجو يظبط هعمل لكم اللفت، هفتح دي على دي وهعملها بطريقه كده وشكل تحفه ينفع للفرخ الزاجل ونش الزاجل. تمام. طبعا بقى الرجاله لازم نطمن على فوزي، ولسه هنكنس الليله ديك. طبعا انا بعمل ايه بقى لما باجي انضف لفوزي؟ بصوا، هو انا بحط له اكل، فهو طبعا عشان التعب اللي هو فيه فبيبهدل الدنيا، فبجيب المقشطه دي بعمل كده اهو. تمام. بكنس وبرميه هنا، هقول لكم برميه هنا ليه. تمام كده اهو. يلا يا ابني تعالى تعالى كده، تعالى يا ابو فوزي. بكنس كده اهو يا رجاله، الكلفه بتاعته برميها هنا. المهم مش هقعد اكنسها معاكم، برميها هنا. بينزل بقى اليمام وبينزل العصافير والكلام ده كله يقعدوا يلقطوها، فبدل يعني ما ارميهم لا هما بينزلوا يكنسوها لي خالص. فثانيه بس انضفها وارجع لكم. بصوا يا جدعان نضفنا كده وروقنا عليه الدنيا ووصينا له المكلف هناك والمسقه هنا ايه. بس عايز اخد رايكم في حاجه في فوزي يا جدعان. طبعا احنا عارفين ان فوزي ما شاء الله طويل وريشه كتير والكلام ده كله، واحنا عارفين ان لما الحمام بياكل الريش بياخد من التغذيه والكلام ده. فايه رايكم لو انا قصيت الديل وقصيت الجناحات؟ طبعا انا لو نسلت هيبقى غلط عشان لما يجي يطلع هياخد من صحه اكتر. فايه رايكم لو انا نسلت؟ هاخد رايكم في الموضوع ده، فاللي فاهم فعلا يقول لي اعمل كده ولا لا. لو انا قصيت الجناحين وقصيت الديل عشان لما ياكل التغذيه كلها ترم على جسمه في المرض اللي هو فيه ده تسنده، ولا اسيبه كده وهي كده كده هيتغذى؟ فايه رايكم؟ وبرضك قولوا لي ايه اللي اقدر اعمله معاه تاني. طبعا انا الحمد لله لغايه دلوقتي يعني وصلته لمرحله بعد فضل ربنا، طبعا بياكل لوحده ويشرب لوحده وصحته ردت. الاول كان ميتان خالص وكان بيقع، فالحمد لله صحته وجسمه رد. فايه بقى حتى النفخه بتاعته ابتدت تزيد. فايه اللي انا اعمله معاه تاني اليومين دول؟ وفي الشمس بسيبه كل حاجه. فايه اللي انا اعمله معاه تاني اليومين دول عشان يخف بسرعه؟ فقولوا لي رايكم وهستنى رايكم في الكومنتات. وبس كده يا رجاله، دي كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده. عارف ان الفيديو ممكن يكون قصير، فيديو بسيط، بس حبيت افرح معاكم يا جدعان بشويه الزغال اللي طلعوا. حاسس كده ان السلاكه فيها روح، ولسه بقى شويه لما يكبروا وباذن الله يعني ما يحصلهمش حاجه ويكبروا ويجوا بقى نخش نعمل عارف انت الصوت دوت بيدي كده روح في الغيه. فده كده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، تكونوا استمتعتم بيه. سلام.